اسلام، ايه الاخبار؟ تمام. الناس بتقول ان سعر العقار هينزل الفتره اللي جايه، انت ايه رايك؟ طبعا هينزل. طب هو انت اشتريت؟ بصراحة لا، أنا مأجل شوية لحد لما الأسعار تنزل. طب تيجي نشوف الفيديو ده كده مع بعض. النهارده وحضرتك بتتكلم معايا مبيعاتنا من العقار توداي مليار جنيه. يعني حضرتك العقار ما بينزلش، العقار بيعلى، والعائد على العقار بيزيد عن العائد عن سعر الدولار. ودي جرافس موجوده 24 قيراط. تمام؟ ارجع حضرتك لاي سعر متر ارض في مصر موجود على اخر 50 سنه وشوف تطوره السعري ماشي ازاي. هل سعر الاراضي بينزل في مصر ولا بيزيد؟ بيزيد طبعا. حلو قوي. هل النهارده حضرتك سعر مواد البناء في مصر بينزل ولا بيزيد؟ سيبك بقى من الكلام ده كله وتعالى أنا أقول لك الحقيقة. كلمة إن الأسعار بتنزل أو الأسعار هتقل ده مش موجود نهائيا. طريقة تتبعها كل المطورين إن هم سعر الوحدة بيبقى عالي جدا جدا، بس نظام السداد هو اللغز الوحيد. خليني أقول لك، النهارده دلوقتي في مطورين بتبدأ من 1% مقدم و5% مقدم وبتوصل لحد 10%، ومش برضه ده اللغز كله في سنة التقسيط يوصل لحد 10 سنين و12 سنة وكمان 15 سنة. بس في الأصل الوحدة نفسها سعرها بيزيد. ففكرة إن الأسعار تقل ده موضوع مش موجود، وبدليل إن أكبر المطورين اللي موجودين في مصر بيبيعوا بالمليار. طيب لو النهارده فعلا الأسعار هتقل كان المطور باع بمليار؟ استحالة طبعا. أنا إسلام الأمير، CEO شركة سيركل أسيتس، ولو محتاج تفاصيل معينة عن مشروع بعينه كلمني وأنا أرد عليك بنفسي.